كان نفسي اقول لكم يا مساء الفل يا شباب عاملين ايه، بس تعالوا بصوا المصيبه اللي انا فيها. هي مش مصيبه، الحمد لله على كل حال. تعالوا بصوا كده. انا لسه نازل، قلت انزل اعمل لكم فيديو اهو. تمام. على يوم السبت وازاي تنزل تخطف وتجري زي امبارح. بصوا، الفرده مقطوعه، هتلاقي عربيه خبطتها بتاع اهو. لسه جايبها ما كملتش شهر ولا شهرين او شهر ونص. ما مشيتش بيها الفرده، ما مشاش بيها. الحمد لله على كل حال. تعالوا نروح بقى نلحمها. خسارة اهي، عشان اللي يقول لك الكيلومتر بيتحسب بالمليم ومش بالمليم. خسارة اهي. الحمد لله. ادي الفرد اهي. فردة ضاعت. تعالوا، هي المشكلة ان مكانها في رخم قوي. هلحمها واخليها ستيب. هتعمل ايه؟ الحمد لله. تعالوا بقى نفك الفردة. انا كنت بصيت عليها لقيتها نايمة، قلت يا نهار ابيض لسه هنزل الكوريك والكلام ده، لقيتها مقطوعة. الحمد لله. يلا بينا. تعالوا بقى ايه نروح نلحمها. هتعمل ايه؟ مش هتقف، لازم الحمد لله جت على قد الفردة. المشكلة ان انا لسه ما خلصتش الموتور. مشاكل العربيات ما بتخلص. انا شغلت التكييف، هو الجو حلو بس اخد نفسي. بهدلة الكوريك الفابريكا بتاع العربية وحش. تمام. والعربيات دي مشكلتها ان هي الكوريك لما الفردة بتنام، عربيات الواطية البي واي دي عادي كوريك تمسحها يقومها، لكن العربية دي كوريك التمساحة مش هيدخل تحتها لو الفردة نامت. بهدلة. الكوريك لوحده بهدلة. يلا. والمشكلة كل ما اشتري كومبروسر هوا يبوظ. انا معايا 3 في البيت بايظين. تعالوا بقى بصوا، انا كده رايح على ميدان باب الشعرية. في واحد بتاع كاوتش على الشمال قبل الميدان على طول، بس على الله الاقيه فاتح. انا نازل النهارده. استنى تعالوا وبوريه لكم لما داخل عليه. على فكره كان نازل النهارده في نيتي ان انا انزل اقول لكم ازاي تنزلوا تخطفوا تجمعوا ال1000 جنيه وتخلعوا. تمام. البوستات والكلام دوت، وطبعا البوست بتاع الساعه 7 8 راح، بس لسه في بوستات تانية. انا نازل في نيتي اوريك ايه حلاوه الشغلانه، واوريك ازاي تلعب بالشغلانه زي السمسار. والله يعني انا ما بنزلش السبت، بس قلت ايه انزل وريهم معلومات ايه لما الجو يبقى مريح. انزل هات مصاريفك اللي هي ال1000 جنيه وروح. دي كانت في نيتي. يلا بقى. معرفش بقى، بس 90% ممكن اكمل شغل. انا كده كده ركبت الاستبن اهو، وممكن امشي بالاستبن شويه. الاستبن نضيف بس مشكلته انتاج قديم. يعني الاستبن اللي معايا مشكلته زيرو، استبن زيرو بمعنى كلمه زيرو، ما نزلش من العربيه وبتاعها الاصلي. تمام. بس مشكلته انه تاريخه قديم، فقال لا امشي بيه. هو على الشمال هنا اهو. هو فاتح اهو الحمد لله. هو على الشمال هنا. هنزل بقى اخليه يركني. تعالوا بقى نركن على جنب. قال لي مش هعرف الحمها لك، بيقول لي الفرده باظت. بيقول لي في واحد في ميدان المماليك، هروح ابص لحام الفرده هيكلف كام. انا دخلت شمال اهوت، هو قبل الشمال بتاع بابا عبده. تمام. قال لي في واحد في ميدان المماليك هيلحمها لك، وقال لي بس حطها ورا ما تحطهاش قدام. هات فرده من اللي ورا يعني حطها قدام، وديت حطها ورا. بيقول لي عشان لو حصل حاجه ما، هو بيقول لي هيخيطها وهتبقى حلوه وهيرجعها لك زيرو وكده. تمام. بس بيقول لي خليها ورا عشان لو حصل حاجه ما تضربش وهي قدام يعني وما تضركش. قلت له لا يا باشا، اروح اجيب واحده واخلي دي ستيب. تمام. قلت له طيب انا معايا فرده. وريته الستيب، بيقول لي هو زيرو بس انتاجه قديم قوي،
فلا ديت الحمى وخليها ستيب. هنعمل ايه؟ الحمد لله. تعالوا بقى نطلع نشتغل. هفضل قاعد عامل كده ودمي محروق؟ هنعمل ايه؟ الله جاب الله خد الله عليه العوض. بصوا دلوقتي الساعة 8:30 و5. نكمل بقى الفيديو بتاعنا ونطلع نشتغل. انا هروح اللي في ميدان المماليك دوت يوم الاثنين او الثلاث. هروح له يوم الاثنين او الثلاث. المهم طبعا انا عندي من 8 ل 9 الدنيا نايمة. في ذروة في بوست في تعالوا بس نفتح اونلاين يمكن يجي لنا اوردر حلو. في بوست اللي هو شمال جسر السويس، وانا ما بشتغلش في المناطق دي. فالمناطق اللي تفرق معايا استنوا كده هتبقى من 9 ل 10. من استنى المناطق اللي تفرق معايا اللي انا بشتغل فيها تمام هتبقى من 9 ل 10 في مصر الجديدة. تمام. وبعد كده يا عم كرداسة ايه. وبعد كده من 11 ل 12 في البلد كلها يعتبر. تمام. 8 كيلو ب 131 جنيه. تيجي ناخد ده ولا لا؟ سيبك منه، ده رايح عند موقف عبود. من 11 ل 12 في البلد كلها. فاطلع بقى احاول اجيب لي ايه من 12 لواحدة طبعا في وسط البلد. بس انا مش هتاخر في الشارع. انا اطلع اجيب لي مثلا 700 جنيه ولا حاجه. اشوف اجيب كام. الله اعلم. الساعه 8 ونص يعني. حتى ساعه البوست اللي كنت هاخد لي فيها اوردر ولا اوردرين راحوا. تعالوا بس عشان انا هنا عند العتبه وميدان باب الشعريه، فالاوردرات كلها قاعده تجيلي من هنا. تعالوا نخش شمال نرجع على الظاهر تاني ونكمل الفيديو. اصل بص انت شغال اوبر بقى ومش شغال اوبر معاك عربيه. وهو بيقول لي دي دخلت ازق. اللي هو الاذى الازق اللي بيتشد. تمام. فبيقول لي دي دخلت ازق. واحد بازق يعني نتش في الفرده هو اللي قطعها. بس اقول لكم على حاجه. دايما لما العربيه بيحصل لها حاجه وهي مركونه، يعني انا دايما دعوتي المفضله ايه؟ يا رب لو في حاجه هتحصل في العربيه خليها وهي راكنه، بلاش وانا ماشي. فاهمين؟ فلما بلاقي العربيه اتخبطت وهي راكنه بقول الحمد لله، عن ان هي تتخبط وانا فيها. فاهمين؟ فالحمد لله على كل حال. تعالوا بقى نتنجل. مش عارف هروح اجيب قهوه. تعالوا انا هروح اجيب قهوه. لو لقيت حاجه في سكتي لقيت، ما لقيتش 17 كيلو ب 100 جنيه. لقيت حاجه في سكتي لقيت، ما لقيتش. هو ده برضه لسه بيرن بس ده من الجماليه. وانا خلاص عديت دخلة الجماليه. ممكن الف له. ايوه ده فين ده؟ يلا بينا. اهم حاجه ايه؟ سيبك من الفرد وسيبك من الدنيا كلها. اهم حاجه جبنا لنا اسبريسو. انا قلت له دبل قالوا لي دبل، قلت لهم دبل قالوا لي دبل. المهم دبل دبل مش هتفرق. نشرب بقى الاسبريسو ونهدى شويه عشان الساعه 9 الا 10. 10 دقايق والبوست هينور. يا مسهل الحال. يلا بينا. يلا بينا. الشغل ابتدى الساعة 9:05. أنا مبتدي كده شغل الساعة 9:05. أول أوردر 12 كيلو ب 125 جنيه. أخده لكم سكرين شوت من جوه البرنامج أهو. يلا بينا. وإيه دي حادثة دي ولا إيه؟ ده عربية. يبقى نقول الحمد لله إن هي جت على قد فردة كاوتش. ربنا بيبعت لكل واحد على قد مقدرته عشان ما تزعلش لو عربيتك حصل فيها حاجة. دخل في الفيرنا دي.
اقول لكم ايه، شقطت اوردر تمام 4 كيلو ب 44 جنيه. بس نازل على مصر الجديده، كده كده شيراتون، احنا عارفين ان ما فيهاش بوست تمام. بدل ما انا كده كده كنت هلف صلاح سالم وانزلها فاضي ال 4 كيلو دول زي كل مره في شيراتون. قلت اخد اي حد في طريقي. انا قبل ما انزل الزبون على طول شقطت الاوردر ده، يلا بينا يلا، والزبون على بعد 500 متر. يا مسهل، مرحبا بكم في اول صوره. يا جدع بحب الجمله دي مش عارف ليه. تصور يا عم واخلص، انا عايز فردة كاوتش يا اوبر. بيقول لك الشكوى لغير الله مذله، عشان الناس طالعه تشتكي لاوبر. هو مش طالعين يشتكوا لاوبر، هو الصراحه يعني هو حقهم الصراحه، المفروض اوبر يعني ايه تحس على دمها شويه، بس ما حدش هيحس على دمه. تعالوا بقى نلف ونرجع. خدتوا بالكم انا شقطت الاوردر ب 44. ما تبصش للفلوس تمام، طول ما انت كده كده هتنزل. وفي مشكله تانيه، الاستبن قاعد يعمل رجرجه معايا. فاكر يا جعفر الرجرجه اللي كانت بتحصل في الباص ده بتحصل معايا، بس ده معروف ليه. انا فردة الكاوتش انا اروح لاي بتاع كاوتش اشوف الهوا فيها تمام، انا واثق ان هو زياده. 4 13 لا سيبك منه، سيبك منه. فردة الكاوتش طبعا الاستبن انا قلت لكم تاريخها منتهي، فاكيد فيها لوحه او رجرجه. هي تمشيني لغايه يوم الاثنين او الثلاثه عقبال ما اروح الحم الفرده الثانيه دي واشتري فرده. يلا هنعمل ايه؟ طيب الحمد لله انا معايا رجرجه ودبدبه جامده في الشمال تمام. الفرده عشان ناشفه ففي دبدبه جامده في الشمال. بس يلا بقى تمشينا اليومين ثلاثه دول لغايه ما نجيب فرده. تيجوا نعمل لكم بكره تحدي تجميع ثمن الفرده في يوم؟ تيجوا 2000 ونص. اكلت وشربت على حاجه شويه 30 وشويه 10 وادي 2000 ونص يا جدعان قولوا ما شاء الله. انا يعني انا بطلع ولا بتمنظر بالفلوس اللي انا بجيبها ولا حاجه، انا طالع في نيتي ان انا افيدكم تمام. بس هو تقريبا الزبون بتاع امبارح اللي قال لي التكييف ثلاجه ومش عارف ايه، كان لازم اتفشخر قوي. اديني اتفشخرت. اكتبوا في الكومنتات ما شاء الله، علشان ايه؟ على الاقل لو في حد هيحسدني يجي يقرا الكومنتات يقول ما شاء الله لوحده، فاهمين؟ والله انا نيتي خير ان انا افيدكم. مش عارف بقى اللي بيحصل معايا دوت ايه، ابطل اوبر ابطل يوتيوب، مش عارف. والمشكله ان انا لوحدي يعني، ولا بتدعموني ولا بتعملوا اشتراكات والصفحات مش راضيه تدعمني. يلا يلا، اللي بيعمل لربنا ما بيخسرش، ربنا هيعوض باذن الله. يا مسهل الحال. استنوا بقول لكم ايه، الاسبريسو اللي عند كريستال حلو تمام، وب 20 جنيه مش غالي زي محمود عامر 30، بس هو 20 30 15 يعني. اللي في غمره ب 15 بس مش قد كده. اللي في كريستال هنا ممتاز، ومحمود عامر ممتاز طبعا تمام، بس خلينا في كريستال. طلع يتعب عيل، لا رغم انه ب 200 جنيه بس 25 كيلو، بس لا انا عايز اشوف لي بقى اي اوردر نازل على وسط البلد. انا فتحت سيفر طبعا ليه؟ لان دلوقتي 10 الا 10 دقايق والذروه هتختفي، البوست سوري هيختفي من مصر الجديده. فعايز اشوف لي اي اوردر ينزلني وسط البلد الزمالك، فاهمين؟ اخد اوردر ارد بيه تاني على مصر الجديده، عشان البوست هيفضل شغال في وسط البلد تمام، والزمالك وكده، وهيروح من مصر الجديده ومدينه نصر، وارد تاني على الساعه 11 على مصر الجديده يكون البوست اشتغل. شايفين انا بحسبها لكم ازاي؟ انا والله يعني الزمالك هو نفسي فيه، بس بقى ب 137، كان جالي ب 100 حاجه و50 وما رضيتش اقبله. مش هقبله طبعا، ده انا اشتغل هنا رحلات توك توك للبونص وما اشتغلش وما اخدش الاوردر ده. يلا بينا نشرب الزبريزو تمام ونطلع نكمل شغل. يلا بينا على اللازر يا شباب. اخدت لي مشوار 11 كيلو ب 105، كان فاضل دقيقتين تمام. هو دلوقتي خلاص الساعة دلوقتي كام؟ 10 تمام. فلحقت اخد لي الاوردر ده 11 كيلو ب 105 رايح عند الجمالية تمام، عند الازهر، عند البنزينة.
تمام. هدخل شمال واقف واشوط لي اي اوردر اجنبي او اتكنسل. تعالى نخش يمين اتكنسل. والله رضينا بالهم والهم مش راضي بينا. مش عارف ايه اللي كنسله والبوست راح عليا. يلا انا رايح له دلوقتي الاوردر اتكنسل. مش عارف بقى. رضينا بالهم وب 105 و11 كيلو والزبون على بعد 2 كيلو ونص. يلا خير خير ماليش خير فيه. يلا بينا نحول على خطة ب اللي انا قلتها لكم. نشتغل جوه مصر الجديدة. خدت لي مشوار 6 كيلو على ان درايف تمام ب 84 جنيه عشان جيت اكتب 85 مرضاش. بس رايح عند محور جوزيف تيتو ربنا يستر بقى. محور طه حسين معلش محور طه حسين اللي هو النزهة. على الاقل ايه يعتبر في المناطق النظيفة. بس هناك الناس كده. بس هنشوف يا مسهل الحالة. نمشي بقى العجلة الساعة دي لغاية ما الذروة لغاية ما البوست ينور في مصر الجديدة تاني. يا مسهل. بصوا بقى الهبل بتاع ان درايف. هي لما بتديك قفاها الراجل جاي بيحط معايا كراتين وبيقول لي اتكل على الله. هو راجل لبناني تقريبا. قلت له لا اتكل على الله ايه؟ قال لي عيب في مصر. قلت له لا مش عيب بس انا نقل ركاب. هو حط كرتونتين انا قلت هيجي معايا فانا مش هينفع اخد كراتين. مش هينفع اخد كراتين ومحدش يركب معايا. اتصل بقى بالزبون يكنسل او انا استنى ال5 دقايق. ده الاستهبال بقى بتاع اندرايف وزباينه. عايز تبقى كابتن؟ بيكنسل عليا. طب يا باشا كنسل الاوردر. اتكنسلت ورجع لي مبلغ الكنسله في الاسترداد وكده كده. وده هبل بقى اندرايف وزباين اندرايف تمام. كده كده. استنى اوبر هي كانت منوره ذروه. انا هقفل اندرايف. رضينا بالهب والهب مش راضي بينا. يعني والله يعني ده اسمه استهبال. واوعى لو مشوار ب 500 جنيه حتى اوعى تاخد اوردر من غير ما حد يركب معاك. اصل الكراتين متبسطره. انا مش هو انا هبقى ديلر؟ والله اعلم يمكن صح بس انت انا خدمه نقل ركاب. هتركب معايا امين مش هتركب معايا في داهيه فلوسك. مش بقول لكم الزباين هناك كده. طلع من الزباين اللي هناك. اتفضل يا عم. تعالى نطلع بقى نقف في اي حته. شفتوا الهنا اللي احنا فيه؟ خلي بالك انت هيجيلك حاجات زي كده. انت كل اللي عليك انك ايه اي حاجه طايره لك في الجو تبصيها بعيد عنك فاهم. اوعى تحضن حاجه. تعال نشوف دي رايحه الزاويه والله 140 9 كيلو في تلت ساعه. انا قفلت طبعا سيفر في اوبر علشان مش ناقصه استهبال. اصل مفيش بوست. انا كنت فاتح سيفر علشان البوست وعلشان خاطر الحق. ملحقتش خلاص. يلا بينا بقى لما الاقي لي اوردر. يا مسهل. يلا بينا وربنا يستر عشان المنطقه اللي انا فيها ديت فيها محلات كتير تمام. خدت لي اوردر 3 كيلو ب 55 جنيه على اوبر جوه مصر الجديده هنا. يا مسهل الحال. هو ده بقى حال الكباتن لما الجو بيبقى مريح. بتريح كده تمام وتفضل قاعد مستني لك اوردر. اهو الشرابيه ب 112 الساعه. هو فاضل ربع ساعه والبوست ينور في مصر الجديده ومدينه نصر تمام. فتحت سيفر. الاسعار مستهبله. قلت اخد لي اوردر صغير. الاسعار مستهبله. يجي لي 7 كيلو ب 40 جنيه وب 44. يا جدع ده الحقير
بزود عليهم 10 جنيه ولا 15 جنيه في المشاوير الصغيره، ما بيرضوش. خلينا بقى قاعدين كده. اهو اتفضل، عشان بس انا طالع لكم لايف اهو. تمام، الشغل الحلو بقول عليه والوحش بقول عليه. والمشكله ان انا لسه في 3 فيديوهات في البيت، وادي الرابع، وادي الرابع. تمام، عايز اعمل لهم مونتاج ومش فاضي، يعني مش عارف. وخلي بالكم اليوتيوب اثر عليا جامد الصراحه. اليوتيوب والمونتاج والتحميل والكلام ده اثر عليا. اه، الاوردرات كلها قاعده تجيلي بعيد وباسعار هبله. اديني قاعد بدور لي على اوردر حلو، وفاتح طبعا الحقير. اسعار كلها ما فيهاش سعر عادل، والسعر العادل يعني بص. اه، السعر العادل تعال نقول بتاع التجمع دوت 200 جنيه. هو قايل 135 وانا واثق انه مش هيوافق. 195. لا سيبك منه، 19 كيلو. اقول له 195 هتصفي لي 170 وهرجع بخساره. إيه بس النهارده السبت ومعروفه، انا كنت نازل انتش واجري، اتنتشت بس. هو ده حال كباتن اوبر اللي عايز يدخل الشغلانه. تمام. تعالوا بس نقفل صوت الحقير ده علشان صوته مزعج الصراحه. واوبر مستهبله استهبال. طب تعال، تعال شبرا 13 كيلو ب 142. تعال، هو على بعد 3 كيلو، احسن من ما فيش، بس على الله يتقبل، هو اوردر رادار. 133 شبرا، 132 شارع احمد حلمي. تعالى 12 كيلو ب 133 جنيه. وما لحقتش اخد له سكرين، اخده لكم سكرين من جوه اهو. تمام. في نقط توقف الحمد لله لا، بس تقييم 466 وده معروف علشان هي رايحه آه رايحه اسمه ايه ده، رايحه شارع شبرا، شارع احمد حلمي في شبرا. يلا بينا بدل القعده. وده على بعد كيلو 800 احسن من التاني، يعني التاني كان على بعد 3 كيلو. يا عم بعيد عنك، بعيد بعيد يا ولدي، ما تقلقيش، شايفك بعيد، شايفك. دي مالها دي؟ النسوان لما بتسوق الولية زعلانة، سيبها زعلانة. انا بعيد عنها يجي 25 سم وقاعدة بيب بيب. اديني رجعت وبتقول لي هم يبكي وهم يضحك. نقفل بقى الحقير. تمام، ونروح لحسنين. ادي الاوردر اتكنسل. ايه دنيا خربانة يا خال، خربانة. نركن تاني اهو. ردينا بالهم والهم مش راضي بينا. استنى اخده لكم سكرين علشان بس ايه. هو اتكنسل ولا ايه ده؟ ايه يا عم العبط ده، الاوردر لسه شغال. امال قال لي تم كنسلته ليه؟ هو في إيه يا جدعان النهارده؟ لا بجد يعني في ايه؟ في ايه؟ عينيكوا الله ينور، مش عارف دي عينيكوا ولا في ايه مش عارف. تعالوا نروح، تعالوا نروح. هو الدنيا خربانه. وعلى فكره الاوردر ده على اكسل ان انا قافل سيفر. يلا بينا. وعلى فكره كمان يعني ربع ساعه الدنيا تنور. هنا بوست، بس هي كده كده هتنور في شبرا كمان، او هي منوره في شبرا البوست يعني. ف احمد زي الحاج احمد 12 كيلو ب 132 جنيه زي بعض، وهيبقى في نص ساعه. يا مسهل الحال. والدنيا خربانه. بصوا انا عدى عليا كتير. تمام، فخلاص ايه نحست. فاهم؟ هتتعصب على ايه؟ الحمد لله.
هي دي شغلانه اوبر. خلي بالكم كل شغلانه، يعني انا اشتغلت يجي 10 شغلانات، تمام؟ كل شغلانه فيها الحلو وفيها الوحش. يعني مثلا ممكن تروح تلاقي زميلك في الشغل اداك مهموس ابن لذينه، تمام؟ تلاقي مديرك بيتنك عليك، تلاقي مش عارف مين، تلاقي عميل رخم بتاع. يا جدع ده حتى الشركات الانترناشونال او الكول سنتر، يعني فاهم؟ في كل شغل كده هتقول بقى الشغلانه ومش الشغلانه، مش هتشتغل حاجه يا ولدي، فاهم؟ فعك كويس، كله كويس، يلا بينا على شوربه. بقول لكم ايه، تعالوا نروح، انا مش جايه معايا في شغل الصراحه. الساعه 11 وربع دلوقتي، عملت 360 جنيه، حلو. 4 رحلات. بصوا مشوار 5 كيلو ب 100 جنيه، الاسعار حلوه، بس انا ما مش جاي لي نفسي اشتغل الصراحه يعني. والساعه 11 وربع، 11 وربع، انت نازل 9، 10، 11، يعني ساعتين وربع، نقول ساعتين ونص. حلوه ب 360 جنيه، مش وحش. وان درايف انا ما عملتش عليه ولا جنيه تقريبا. ما عملش عليه ولا جنيه. ده فيديو ملوش لازمه، يستحق اللايك. انا مش جاي معايا في شغل الصراحه، عشان ايه؟ مش عارف انت لما الدنيا كلها بتديها قفاك، تديك قفاها، تمام؟ اليوم بيتعفرت معاك، مش عارف. تعالوا نروح نعمل مونتاج، تمام؟ علشان كده كتير. طبعا كلكم بتقولوا انا بضحك على ايه. بص على الاوردر اللي انا قبلته ده، قلت اعمله تحت البيت، انا تحت البيت على فكره، تمام؟ نعمل الاوردر دوت علشان ايه؟ رحله في البونص وب 70 جنيه وكيلو وبتاع. لسه بفتح الكاميرا الاوردر اتكنسل. اه يابا يابا يابا. مش بقول لكم لما بتديكوا قفاها بتديكوا قفاها؟ انا مش عارف ايه موضوع الاوردرات اللي بتتكنسل دي. اقبله ويتكنسل لسه. وعلى فكره بصوا في ذروه اهو، بس الذروه كلها في حته انا مش هروحها، تمام؟ يعني وفي وسط البلد، وجالي اوردر من الجماليه حلو، اللي هو باب النصر يعني. آه لما بتديكوا اهو 15 كيلو او 14، 15 كيلو، تمام؟ بكام؟ ب 146 جنيه. اصل هي كده قفلت، اصل كتر الاوردرات اللي تتقبل وتتكنسل، تتقبل وتتكنسل، في حاجه غلط. لا الا في كباتن بقى بترازي الناس اللي شغاله. طب حبيبي انا بعرف اشتغل اهو. اوردر اهو من الجماليه 10 كيلو ب 116، تمام؟ بس انا خلاص كده قفل اهو، بيرن اهو، بيرن اهو، تمام؟ واخد لكم سكرين لو ما بانش في المونتاج. تعالوا بقى نركن ونروح. حلوة علينا قوي 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 قوي. ايه ده؟ هو ايه صوت اللقلقة دي؟ وانا كده كده الزبونة اللي فاتت اديتها نجمة. اه يا نهار ابيض على التسويحة. زبونة معفنة شكلها، سابت لي شنطة فيها اكل، هرميها بقى لاي كلب. وازازة المية. هي لا زبونة معفنة لا نسيتهم. استغفر الله العظيم يا رب. استنى تعالى اوريكم. بصوا الشنطة اهي، وهو فيها بواقي رز ومش عارف دي ايه دي، طبعا مش هحط ايدي فيها. استنى، بواقي رز وارميها بقى لاي كلب. يعني عالم معفنه، حد ياخد بواقي رز او حته لحمه؟ حد ياخد الكلام ده؟ زبونه معفنه. ايه رايكم؟ انا كده كده اديتها نجمه عشان هي زبونه اعوذ بالله، تمام؟ بس على الله بقى ما تقولش ان انا نسيت غرض معاه. لو نسيت غرض ابقى اديهم الفيديو دوت لاوبر. بصوا اندرايف كلها اسعار عادله، تمام؟
تعالوا ننهي من هنا. انا ماشي 42 كيلو ونص طبعا عشان روحت فاضي. اه وطبعا البوست شغال وانا شغال صح وكل حاجه، بس انا خلاص قفلت معايا اهو. 133 اخر اوردر اهو. 360 جنيه شغال، مش وحش. طلعت جبت مصاريفي اهو. بصوا اوردرات الجماليه، وده انا هقبله بس عشان اوريكم ان ده اجنبي اهو. 17 117 اهو. بصوا اجنبي ازاي. هتقولوا لي عرفت منين؟ قبل ما تقبل الاوردر، هو الاوردر وهو بيرن تمام بيتعرف هو اجنبي ولا لا. سبحان الله، حاجه لايف اهي. تيجي نروح له. 120 جنيه. مش هروح، انا هسيبه لغايه ما هو يكنسل. مش جايه معايا في شغل، انا قبلته بس علشان اوريكم ان هو اجنبي. جوناتان جيزس. جوناتان جيزس اه. بيبان بقى ازاي ان هو اجنبي؟ استنوا لما اركن هقول لكم. انا عايز اسالك سؤال، انت قاعد لغايه اللحظه دي عملت لايك؟ طب اشتركت؟ ما عملتش. هقول لك برضو عرفت منين ان الزبون ده اجنبي. عشان الناس كانت مستغربه على التيك توك، كنت بقول لهم انا ما بشتغلش غير زباين اجنبيه. بيقولوا لي ازاي؟ هو انت هتعرف ازاي الاوردر هو اجنبي ولا لا؟ انا لما بشتغل مع زباين اجنبيه دي تركايه صغيره. انا عشان بتكلم انجليش نوعا ما، هو مكسر بس نوعا ما، يعني ايه، باخد وبدي بشكل ودي تمام. المهم المعلومه توصل. والكلمه اللي ما بعرفهاش بشوف اي كلمه تانية. الاوردر ده لو اخدتوا بالكم 5 نجوم من عند الجماليه تمام، وفيزا 3 مع بعض، دول يدوك 99% انه اجنبي. اجنبي مش سعودي، اجنبي يعني. هو المفروض جوناثان. بيقول لي هل انت قادم؟ مش هرد عليه. على فكره انا لو هو ما كنسلش انا هكنسل تمام، بس هو هيكنسل. بتاع بعرف منين بقى ان هو اجنبي؟ الثلاثه دول مع بعض 99% بيبقى اجنبي. اجنبي اللي هو ايه؟ اي حاجه غير دوله الخليج. اي حاجه بالنسبه لي غير دوله الخليج والهند دول اجانب بالنسبه لي. الباقيين بقى يعني ايه، ساعات ممكن اطلع من وراهم بمصلحه وساعات لا. فاهم ليه بقول لك الخليج لا؟ لان الخليج فسحتهم الاساسيه القاهره او مصر تمام. فهم جم كتير واتنصب عليهم كتير بتسوي التاكس، فبيبقى كده فاهم. الا من رحم ربي. يعني انتوا شفتوا امبارح، مش فاكر امبارح ولا اول امبارح، الزبون اخدته ب 250 جنيه 10 كيلو تمام، اللي هو كان رايح صبحي كابر. فهمت انا بعرف ازاي الزبائن الاجنبيه. انا لما كنت بشتغل انا كنت بطلع قبل ال 1000 ونص دول من الشهر 3 اللي فات في 90 كيلو بالاوردرات دي. كنت انزل على فكره انتوا لو عايزيني انزل في يوم قولوا لي في الكومنتات، انزل في يوم اركب اجانب بس تمام، او 90% من شغلي هيبقى اجانب بس، واجيب لكم ال 1000 ونص دولت في اقل من 100 كيلو. بس طبعا دلوقتي مش موسم سياحه، فلما كانت المصريين بتريح، شغل المصريين بيريح، انا كنت بروح على الازهر وباخد شغل اجانب، وبعرف اطلع من وراهم باي مصلحه، اللي هو مصلحه اللي هي ايه، اللي هو مشوار خارجي بره البرنامج. لما بقول لك الخليج لا، لان الخليج مهما كان عملتهم مش قويه زي الدولار. فالاجنبي لما بيجي بيقول لك ده هو بيترجمها اوتوماتيك، 2 دولار 4 دولار 10 دولار فاهم. لكن الخليج بيترجمها لك بالريال والمصري وجي كتير ما بتعرفش تطلع من ورا واحد خليجي هو كانسل لوحده. ما بتعرفش تطلع من ورا واحد خليجي او مشوار 12 كيلو ب 120 جنيه. بس انا مش جاي معايا في شغل، اروح واعوض بكره تمام. هي الخليجي ما بتطلعش من وراهم مصلحه معنى اصح. يلا بينا نلتقي غدا. السلام عليكم.